أهلا بيكم في مؤسسة كيمت. مؤسسة كيمت أصبحت براند في تعليم اللغة المصرية القديمة، خاصة الخط الهيروغليفي. ليه إحنا براند؟ في أماكن كتير جدا بتعلم اللغة المصرية القديمة، لكن كيمت الحمد لله حققت تميز كتير جدا وكبير جدا، وأصبح الناس اللي بيتعلموا عندنا الحمد لله بيقدروا ان هم يوصلوا من درجة الصفر لحد درجة الاحتراف في استخدام قراءة الخط الهيروغليفي على الأثر. بعد ما بياخدوا معانا الكورس أي مكان أثري بيروحوا بيعرفوا ان هم يبصوا على الحيطان اللي حواليهم ويبدأوا ان هم يترجموا ويجيبوا اسماء ويعرفوا الصيغ الدينية اللي مكتوبة ويعرفوا وظائف الناس اللي المقبرة دي بتاعتهم او اللي التمثال ده بتاعهم، وبالشكل ده بيقدروا يتعاملوا باللغة بشكل بسيط جدا كأنها لغة عربية بالظبط. يا ترى ليه وايه السر في ان هم بيتحولوا من درجة الصفر لدرجة الاحتراف في استخدام الخط الهيروغليفي والقراءة على الأثر؟ هقول لكم بالظبط الرحلة بتاعت اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي في الدورة اللي احنا عملناها عندنا في مؤسسة كيمت، علشان انتوا كمان تيجوا تاخدوا الدورة عندنا وتتحولوا من ان انتوا بتبصوا للأثر على انه هو مجرد حجر بس وفي بعض الصفات الفنية، لانكم عرفتوا بالظبط هو ليه اتعمل وايه اللي مكتوب عليه وايه قصته عن طريق اللغة المصرية القديمة والخط الهيروغليفي اللي مكتوب عليه. خليكم معانا عشان اقول لكم خطوات رحلة اللغة المصرية القديمة عندنا في كيمت هنا وازاي بنعلمها للناس. كورس الخط الهيروغليفي بيتقسم عندنا ل6 مستويات بناخد فيهم من الصفر للاحتراف كالتالي. المستوى الأولاني بنعلمك فيه الحكاية والقصة من البداية، أهمية الخط الهيروغليفي واللغة المصرية القديمة في معرفة سر أسرار الحضارة بتاعتنا والعلوم والفنون والصناعات وكل حاجة المصري القديم كان بيعرفها وبيها بنى كل الحضارة اللي استمرت آلاف السنين دي. بعد كده بنبدأ نتكلم عن أنواع الخطوط المصرية وليه كل خط ظهر وإمتى ظهر وكانوا بيستخدموه في إيه. وبنعرفك كمان في المستوى الأولاني إزاي العلماء قبل شامبليون وشامبليون واللي بعده قدروا يطلعوا حروف اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي ويكتشفوها ويحلوا السر بتاعها. منين أعرف إن حرف الميم هو البومة والنون هو موجة المية وغيرها جدا كتير من الحروف، وإزاي كمان ترسم كل حرف من الحروف دي بمنتهى البساطة جدا وبدون أي مشاكل حتى لو أنت ما بتعرفش ترسم. في المستوى الثاني بناخدك في الجولة الثانية والرحلة اللي بعدها. يا ترى أنا لما أشوف جملة زي دي إزاي أعرف أول الكلمة من نهاية الكلمة، ونعرفك إزاي تفصل الكلام عن بعضه لأن الهيروغليفي ما فيهوش مسافات. لكل لغة في العالم قواميس، لما ما بعرفش الكلمة المعينة ببدأ أرجع للقاموس ده عشان أطلع الكلمة منه. طب يا ترى لو أنا واقف قدام أثر في مصر القديمة إزاي أطلع معنى الكلمة اللي أنا مش عارفها وأعرف نطقها إزاي؟ هنعرفك إزاي تستخدم القواميس الخاصة باللغة المصرية القديمة، وهندربك عمليا على إنك تبحث عن كلمات ونلاقيها ونعرف معانيها كلها. ومش بس كده كمان، ده احنا هنعرفك ازاي احنا بنكتب الهيروغليفي ده على الكمبيوتر وبنحطه لك في الماتيريال الورقيه. طب احنا كتبناها ازاي؟ بنعلمك كمان اسم البرنامج جيساش وبنوريك الطريقه اللي بنطلع بيها العلامات وبنبحث عنها عن كل علامه وازاي بنقدر نكتب الخط الهيروغليفي على الكمبيوتر. بنعلمك انت كمان البرنامج ده وازاي تعمله سيت اب على الكمبيوتر الخاص بتاعك وازاي انت كمان تكتب بيه الكلمات. ومش بس كده، ده في كمان على الاندرويد الموبايل بتاعك برامج كتير جدا تقدر تكتب بيها اسمك وتقدر تتعلم بيها اكتر تفاعليا على الهيروغليفي. وكمان في المستوى الثاني بنعلمك حاجة جديدة. كل واحد بيبقى حابب ان هو يحسب 1 2 و3 و4 ويكتب لحد مليون. طب يا ترى المصري القديم كان بيكتب الارقام دي ازاي؟ شكلها عامل ايه؟ ازاي تعمل عمليات حسابية وتدرب نفسك؟ وبعد كده هناخدك في المستوى الثاني برضو في جولة جديدة عن اسماء الملوك والقابهم، الاسم الشخصي لكل ملك والالقاب ال4 اللي كان بياخدها، قصة كل اسم وقصة كل لقب كان المصري القديم بياخده ليه وايه الدلاله بتاعته والهدف بتاعه. وكمان هنعلمك
عملي على الآثار في المتحف المصري، ازاي تقف قدام الخرطوشة الملكية وبمنتهى السهولة تقراها. لحد العصر البطلمي والروماني كل الخراطيش اللي هتقف قدامك على أي أثر هتقدر تقراها بمنتهى السهولة وتقول الأثر الفلاني يخص الملك كذا والأثر الفلاني يخص الملك كذا. أما في المستوى الثالث هناخدك في رحلة تانية خالص، وهي ازاي تدخل جوه مقبرة او جوه معبد وتبدأ ان انت تقرا بقى الجمل كلها على بعضها. لو كانت المقبرة دي بتاع فرد من افراد الدولة، الوزير او حاكم اقليم او لفرد او لكاتب او لقائد جيش او لغيره، مش لملك، ازاي تعرف اسمه وتجيبه بسرعة وعينك تمشي وتجري مع الكلام كأنه زي اللغة العربية بالظبط وتقول هنا اسم صاحب الأثر. ازاي لما تشوف جدارية كبيرة قوي زي دي تقدر تقول اسم صاحب الأثر هنا. المصري القديم كان بيقدم الصدقات ليه؟ مين هما النترو دول؟ كان المصري القديم يعرفهم ازاي؟ هل كانوا آلهة ولا كانوا حاجة تانية غير الآلهة؟ ازاي المصري القديم عرف الكون اتخلق ازاي؟ وايه هي نظريات الكون؟ كل الحاجات دي هنتعرف عليها في المستوى الثالث للغة المصرية القديمة، وهنقرا كتير عن اسماء الارباب وكل رب اسمه ايه، جحوتي واهم الالقاب بتاعته، انوبيس واهم الالقاب بتاعته، أزير واهم الالقاب بتاعته، ماعت وحتحور وغيرهم كتير جدا من النترو المصريين، كل واحد اهم المهام بتاعته والالقاب بتاعته والمصري القديم كان بيتعامل معاه ازاي. اما في المستوى الرابع فاحنا هنبدأ نتكلم عن مصر والمدن المصرية، القرى والنجوع والأسماء اللي احنا بنقولها دلوقتي، كفر كذا وكوم كذا وتل كذا. ويا ترى كمان البلاد الأجنبية اللي كانت حوالين مصر ومصر لها علاقات معاها كانت أسمائها القديمة ايه وأسمائها الحديثة دلوقتي ايه؟ مش بس كده، ده احنا كمان هنعرف الشارات الملكية ودلائل ورمزية كل حاجة، التاج والحقاء والنخخ وغيرها كتير من الشارات اللي كان الملك دايما بيمسكها او بيلبسها واسمها بالهيروغليفي ودلالتها الرمزية ايه بالظبط. كمان هنعرف في المستوى الرابع ازاي نقدر نترجم قطعة أثرية بالكامل من غير ما نسيب منها ولا حرف ولا كلمة ما نعرفهاش. اما في المستوى الخامس فاحنا هنسيب الدنيا ونسافر للعالم الآخر عند المصري القديم، هنعرف كل حاجة عن أسراره، هنبدأ نكتشف كل شيء، هنكسر كل الحواجز في المستوى الخامس، وهيبقى كله عبارة عن المؤسسة الدينية في مصر القديمة ومراتب الكهنة وكل واحد سلطاته ومدى العلوم اللي كان بيوصل ليها ومسميات المراتب الكهنوتية. مش بس كده، ده احنا هنتعرف كمان على كل الكتب الدينية عند المصري القديم بكل أنواعها، وازاي لما أقف قدام بردية أو أقف قدام أثر أقول الفقرة دي من الكتاب الفلاني، دي من كتاب بير إمهرو الخروج للنهار، دي من كتاب إمدوات، دي من كتاب البوابات، دي من كتاب الكهوف، دي من كتاب الطريقين. ومش بس كده، متون الأهرامات من أول ما ظهرت وبدأت تظهر على الأهرامات بتاعت الأسرة الخمسة والستة، وكمان على الأخص هرم الملك أناس ونص الأهرامات اللي فيه. وهنتعرف على جملة مهمة جدا 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 تخص الديانة المصرية القديمة، وهل هي ديانة وحدانية ولا ديانة تعددية؟ هل كان عندهم آلهة كتير وكانت ديانة وثنية ولا كانت وحدانية وكانوا يعرفوا إله واحد بس؟ هنجيب لك الدليل من على الأثر المصري في المستوى الخامس. ولما نخلص المستوى الخامس ده هنروح في زيارة لمقابر سقارة ونبدأ نتدرب عمليا وندخل كل المقابر. وفي المستوى السادس هنعيش مع المصري القديم في علم من العلوم بتاعته، وهو علم مهم جدا 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 قامت عليه كل الحسابات الفلكية والتقويم في مصر، وهو علم الفلك. ده كمان قامت عليه علوم الهندسة، وكمان قام على أساس علم الفلك كل المباني اللي المصري القديم بناها، سواء مقابر أو معابد أو أهرامات أو غيره. هنتعرف على التقويم، المصري القديم وصل له ازاي، وهل كان تقويم شمسي ولا قمري، عرف ازاي يحسب المصري القديم الساعة ويحسب اليوم والأسبوع والشهر والسنة، ازاي يتوصل ليهم وقدر يرصدهم. هنعرف ازاي قدر ان هو يقسم السنة بتاعته لفصول أخت وبرت وشمو، الفيضان والزرع والحصاد. وهنعرف ازاي كان بيعرف الاعتدال الربيعي. هنعرف كمان عرف ازاي الأبراج والنجوم والمجرات والمجموعات الكوكبات، وهنقدر ان احنا نربط بالشكل ده.
كل حاجة عن الحضارة المصرية القديمة، من دين، من تاريخ، من علوم، من سياسة، من ثقافة، باللغة المصرية القديمة، عشان نعرفكم قد ايه ان فعلا اللغة المصرية القديمة هي مفتاح سر اسرار الحضارة المصرية القديمة. الحق وقتك بسرعة وقدم معانا، وما تأخرش معرفتك عن أعظم حضارة في التاريخ القديم والحديث، واللي ما زالت بتحوي كتير جدا من الكنوز والعلوم والأسرار. اكتشفها معانا وتعلمها بنفسك، وساعتها لما هتزور الأقصر وأسوان وغيرها من الأماكن الأثرية وتشوف الأثر، ساعتها هتقول شكرا كملت.